من اكتر الاسئله اللي بتتسال لي: انا نفسي انتظم في الصلاه، انا نفسي اصلي ونفسي احافظ على الصلاه، اعمل ايه؟ عشان انتظم في الصلاه يا جماعه، اول حاجه لازم اعرفها ان الصلاه دي اول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامه. فان صلحت الصلاه صلح سائر العمل، وان فسدت الصلاه فسد سائر العمل. عشان احافظ على الصلاه، اعلم في نفسي وفي قلبي دي اول حاجه هتتحاسب عليها امام الله عز وجل. تخيل اول حاجه هتتحاسب عليها هتكون انت ما بتعملهاش. تخيل كده لو انت في امتحان ثانويه عامه، والامتحان ده عارف ان السؤال الاول اللي هيجي لك الاجباري في الحاجه الفلانيه، هتعمل ايه؟ لا ده انا اول سؤال هيجي لي يبقى لازم اذاكره ولازم اعمله. فاحنا برضو كده يا جماعه، اول حاجه ربنا يسالك عليها هي الصلاه، يبقى لازم اقدس الصلاه واعرف اهميه الصلاه. هروح اصلي لما عارف ان أنا اول حاجه هتسال عليها، هروح اصلي، هسيب كل اللي في ايدي واروح اصلي. تاني حاجه لازم احب الصلاه، لما اروح اصلي اصلي بخشوع، احس بطعم الصلاه وحلاوه الصلاه وروح الصلاه. ليه يا جماعه؟ اللي زي حلاوه الصلاه وطعم الصلاه عمره ما هيبطل صلاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستريح في الصلاه، حاسس بطعم الصلاه. لذا لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم متضايق او زعلان او في امر تعبه، كان يقول لبلال: ارحنا بها يا ايه يا بلال، اي ارحنا بالصلاه. فالصلاه يا جماعه راحه، واللي هيصلي فعلا بخشوع، والله اللي هيصلي بخشوع وهيصلي كده ويحس بطعم الصلاه عمره ما هيبطل صلاة. يبقى عشان احافظ على الصلاة وانتظم في الصلاة لازم ان اعرف انها اول حاجة هتحاسب عليها امام الله عز وجل. وتاني حاجة لازم اني ايه؟ لازم انك تحب الصلاة وتحبها حب شديد وتحس بيها عشان ما تبطلهاش. وطبعا في الاول وفي الاخر ان انت تدعو الله عز وجل انه يعينك على الصلاة، وانه يعينك ان انت تصلي، وانه يعينك ان انت تحافظ على الصلاة. لان طبعا اهم حاجة في الموضوع ده كله يا جماعة الدعاء، لان انت مش هتقدر تعمل اي حاجة الا اما تستعن بالله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.